اهلا بيكم في المحطة وحكاية جديدة. النهاردة الحكاية على الحقيقة عن المصريين والوقت. المصريين الحقيقة يعني غير كل الشعوب في موضوع الوقت ده وتنظيم الوقت. المصريين عندهم الوقت فضفاض جدا وملوش اي يعني قيمة الحقيقة يعني. وعندهم يعني ايه المواعيد دي بتبقى يعني ايه، مش بالساعة، يعني مش تقول له مثلا انا قبلك الساعة كذا، لا تقول الميعاد بالوقت كده يعني ايه. هقابلك المغرب، هقابلك الظهر، هقابلك العشاء. ما بين المغرب والعشاء، ما بين مش عارف الظهر والعصر. وده وقت كبير جدا، يعني هتقعد مستني ساعتين. وبعدين كمان ممكن ما يجيش يعني، كمان ممكن يعني تقول له بعد العشاء، وبعد العشاء دي ممتدة لغاية الفجر يعني. فممكن مثلا حد يقول لك هاجي بعد العشاء، فانت احيانا انا مثلا لما حد يقول لي اعدي عليك بعد العشاء، فاحب احدد اقول له يعني على الساعة 8 مثلا كده. يتضايق قوي لما اقول له على الساعه 8، يقول لي اه يعني تقريبا بعد العشاء يعني وبتاع. فالمهم الاقي 8 دي توصل لغايه 10، فانت هتقعد تستناه من بعد العشاء، مش هتعمل حاجه عشان مستنيه لغايه الساعه 10 11. فحاجه طبعا صعبه جدا وما تلاقيهاش في اي دوله في العالم يعني بره. في الدول يعني المتحضره، الميعاد لازم يكون ميعاد وشارب، لازم الناس تيجي قبل ميعادها بالظبط وتيجي في ميعادها بالظبط. عندنا احنا هنا مفيش بقى خالص يعني، وده بيظهر بقى كمان في الطبقات اللي هي الشعبية. يعني مثلا ما تتفق مع صنايعي عشان يجي لك يعمل حاجة، دي مشكلة كبيرة يعني. تتفق معاه ده انت وحظك بقى يعني، لازم يعني ايه لو جالك في الميعاد ده يبقى معجزة طبعا يعني. يعني مثلا انا كنت متفق مع واحد يعدي عليا عشان يعمل حاجة، فقلت له طيب استناك الساعة كام؟ قال لي يعني من 4 كده، من 4 ل5. برضه نفس لازم يحط ايه من 4 لحاجة يعني. قلت له يا ريت تخليها 4 عشان يعني ايه نعرف نخلص الشغل و... ونشوف يعني اللي ورانا يعني. فالمهم، فطبعا الساعة 4 جت، ما جاش. 4 وربع ما جاش. كلمته قال لي أنا جاي لك في السكة، بس أنا في مكان مش عارف فين، وجاي والسكة زحمة. فيعني طب يا عم قدامك قد ايه يعني؟ يعني عشان اعرف بس، عشان انا ورايا حاجات ممكن انزل. فقدامك قد ايه؟ لا مفيش يعني، ده لو السكة بس هتمشي يعني ربع ساعة بالكتير اكون عندك يعني. الربع ساعة دي تمتد لساعة. فلغاية ما انا اقول له لا معلش خلاص انا مش هبقى موجود، فما ما تجيش. وهو ممكن كل ده ما يكونش في اي حته، يكون في حته بيشتغل فيها او قاعد في البيت عادي مش عايز ينزل. ولكن هو يقول لك عشان لو فكر ينزل فينزل يجي، وانا قاعد مستنيه بقى. فطبعا دي حاجه يعني مش موجوده في اي حته في العالم، وتخليك ما تحبش تعمل حاجه ولا تدي مواعيد لحد خالص الحقيقه. وبعدين كمان بقى ايه لما حد، ودي على فكره عن الطبقات الشعبيه والناس العاديه برضو يعني، لما تقابل حد صاحبك مثلا تقول له الساعه نتقابل الساعه 8، ممكن يجي لك الساعه 10، ممكن يجي لك الساعه 9، ممكن يعني انت وحظك. وبعدين بقى لاحظت ان لما لو انت اتضايقت مثلا من حد اتاخر عليك في الميعاد، فيستغرب جدا منك كانك انت انسان غريب يعني ايه. يقول لك ايه يا عم انا يعني ايه اللي حصل يعني زعلان ليه كده؟ اتأخرت شوية فيها ايه يعني، ممكن تأخر ساعة ساعتين، فما فيهاش حاجة يعني. ما يعني يعني انت فبيحسسك ان انت مش طبيعي يعني. الطبيعي ان انت ايه، تبقى العملية بسيطة كده، وقت نيجي وقت ما نيجي ونعمل اي حاجة وفي اي حتة. وده عشان كده ما بننجزش اي اعمال يعني ايه. دايما عندنا حتى الكلمة الشهيرة اللي يقول لك ايه، اللي ما يتعملش النهارده يتعمل بكره يا سيدي. ايه المشكلة يعني؟ ما فيهاش حاجة يعني. الصنايعي مثلا يبقى واخد شغل، او اي حد واخد ورق، واخد حاجة، ما يقول لك طب بكرة اعمله بعده، مش يعني مش قصة يعني. ما يعملوش بقى الا ويتزنق بقى ويعملوا بكروته، الا لو بقى ايه قال له بص بكره الشغل انا عايزه يا اما هيتلغي يا اما هيتخصم لك يا اما تحصل مشكله. فيجري بقى بسرعه بعد ما ساب الوقت كله، يجري بسرعه قبل الوقت ما يعدي مثلا بوقت بسيط جدا، يحاول يخلص بقى الموضوع، ويقولوا زي ما بيقولوا كده يكروته، ويطلع الشغل بايظ.
فدي الحقيقة يعني ملاحظة على المصريين والوقت. ويا ريت نتعلم ان احنا نحترم الوقت ونحترم المواعيد وننظم الوقت. يعني تبقى عامل تنظيم في حياتك، انت عايز تعمل كذا في الوقت من كذا لكذا وعايز تعمل كذا، يعني تنظم وقتك. ده يخليك تنجح في العمل وتنجح في الحياة بصفة عامة، والحياة تبقى سلسة وسهلة. يعني التأخير في الوقت أو عدم مراعاة الوقت وعدم تنظيم الوقت ده بيعقد الدنيا. يعني انتوا مش متخيلين ان هو بيعقد الدنيا فعلا يعني. فياريت نحترم الوقت والمواعيد. وشكرا ليكم، ونشوفكم في حكاية جديدة على خير بإذن الله.